بسم الله الرحمن الرحيم. عبد السلام الدباغ، النائب الثالث رئيس مجلس مقاطعة أكدال، وأتشرف بإدارة هذا الملتقى ربيع أكدال سنة 2025. إذن كيف ما لاحظتم معنا، أولا تنشكركم الحضور، تنشكركم أنتم صوت المقاطعة، يعني تتشاركوا معنا دائما، والإحاطات الصحفية ديما موجودة، المنبر ديال الإخوان ديما حاضر. هذا ملتقى اجتمع يعني كلمة واحدة في المكتب ولا في لجنة الشؤون الثقافية، أنه يسمو بالثقافة وبالتراث اللامادي. التراث اللامادي اللي أكد عليه صاحب الجلالة في خطاب العرش 2014، وفي الرسالة التي وجهها إلى اللجنة الوزارية للمحافظة على التراث في نوفمبر 2022. التمسنا الإشارة ديال سيدنا الله ينصرو، الله يشافيه والله يطول عمره. فاس حاضرة، فاس أساس الثقافة المملكة الشريفة من الأدارسة إلى الشرفاء العلويين، فاس ركيزة في كل ما هو يعني أصيل في هذا البلد. ولذلك بغينا نعطيو واحد الإشعاع أن التراث اللامادي في هذه المدينة هو أساس من الأسس الكبيرة اللي غادي تزيد بهذه المدينة للقدام. ولذلك حاولنا في جميع المحاور ناخذ بعين الاعتبار الثقافه. المحور الاول هو محور جد مهم، رقمنه الارشيف. هنا ارشيف ديال 1912، ما عرفتش بالضبط حتى لا يقع لي الخلط، واش اول جماعه حضاريه في المغرب هي فاس او مدينه صفرو، ولكن على كل حال نحن يعني نحظى بارشيف كبير لا بد له ان يعني يدخل يحافظ عليه، ولا بد له ان يعني يحتفظ عليه، ولا بد ان نمد الجمعيات الحقوقيه والثقافيه والبحوث العلميه بهذه المعلومه. لذلك غادي ان شاء الله يوم الخميس في افتتاح الملتقى غادي نبداو المشروع ديال الرقمنه. وهذا المشروع هذا كان تيدور لنا في الخاطر من 2022، ونظرا لظروف كورونا وما تعرفون ما كانت تمر به يعني العالم والبلاد، اخرناه حتى 2024. عطينا واحد الاشاره، درنا واحد المعرض يعني ديال الذاكره، معرض ديال الذاكره كانت السنه الفارطه. هذا العام غادي نكملوه برقمنه الارشيف، وغادي نوسعوا المعرض ديال الذاكره، لانه من لا تاريخ له لا مستقبل له، ونحن ولنا تاريخ كبير يعني خصنا ولا بدا نستثمروه وما نحنطوهش، ما يبقاش هذا التاريخ غير تنقولوا قالوا زمان. هذا الشيء غادي نمشيو به في البيئه باش ننشروا الثقافه والوعي البيئي والنظافه على قد مقاطعتنا وعلى قد ما يخوله لدى القانون. ومن بعد غادي نزيدوا ان شاء الله، وغادي نحتفيو بالمفكرين ديالنا. والاستاذ الدكتور تيبس يعني فيلسوف حاز على جائزه عربيه، مساكن لمقاطعه اكدال، لا بد ان ننوه به. غادي نجريو ان شاء الله لو ديمي في مصلحه الرياضه، غادي نجريو من اجل المستقبل ماشي من اجل الفوز بالجوائز. غادي نجريو هي واحد الصيغه باش نقولوا انه اون فا بارتير دو دوفون. غادي ان شاء الله مع قوته غادي نديروا ندوه من اجل التراث الاندلسي، لانه يحاول بعض الجيران ان يسطون عليه. احنا ما غاديش نخليو هذا تراث مغربي، حقيقه الاخرين عندهم تراث اندلسي ولكن مصبغ بالصبغه ديال الامبراطوريه العثمانيه. احنا الحمد لله حافظنا على تراثنا كيف ما جاو به جدودنا، وكيف ما المغرب والزوايا ديال المغرب والفنانين والفلاسفه المغرب طوروه. فاحنا مثلا عندنا النوبه الاستهلاف في الموسيقى الاندلسيه هي نوبه مغربيه محضه. ولذلك غادي نطالبوا في هذيك الندوه من الوزاره الوصيه انها ترافع امام اليونسكو باش يولي هذا التراث هذا اللون الاندلسي مكتوب باسم المملكه المغربيه الشريفه. وفي الاخير والمناسبه شرط، غادي يكون حفل فني غادي يحييه جوق الاستاذ والفنان الكبير الاستاذ محمد بريول، الجوق رقم واحد في المملكه المغربيه. غادي يشارك معنا المنشد ذات صاحب الصوت الجميل وصاحب الصوت الرخيم الحاج محمد باجدوب. يشارك معنا ابن مدينه فاس المادح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاخ نور الدين الطاهري، وتشارك معنا الاخت نبيله معان الفنانه المقتدره المحترمه. غادي يكون اللون الاندلسي حاضر، غادي يكون اللون الملحون اللي سبق له انه تقيد بسميه المملكه المغربيه في اليونسكو، وفي الاخير غادي تكون
ان شاء الله واحد الفقره فنيه مشتركه تنتمناو انها تروق للجمهور، تنتمناو انها تروق الساكنه. هذا نوع من يعني الذبذبات الايجابيه اللي بغينا نعطيو، يعني باش نخرجوا من داك المشاكل اليوميه، المشاكل الذاتيه، المشاكل السياسيه، نعطيو واحد دي زوند بوزيتيف. لان لي زوند نيجاتيف ديما تيرجعوا للور، واحد واخا تيزيد للقدام تيرجعوا بجوج خطوات للور. ولذلك تنتمناو ان هذا الملتقى يكون احتفالي بمدينه فاس، بمقاطعه اكدال، بالتراث اللامادي، حتى يعني نمكن المغاربه ان يعرفون تاريخهم ويعرفون تراثهم ويعرفون ثقافتهم ويعرفون هذا يعني التراث اللامادي اللي هو في الحقيقه في مدينه فاس ثروه لاماديه ما يمكنناش نقومها. شكرا جزيلا وملتقى جميل بحضوركم، والى اللقاء. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.